سمعت يا شيخ والله ان في شخص في جدة رويك صور دبي وجمالها، وانت قلت وقتها قصيدة ما شاء الله كلها ناتج اعجاب الكثير ما شاء الله. انا 30 سنة وانا لي علاقة بدبي، ودبي يفتخر بها كل عربي في اي مكان للتطور والازدهار وجمال دبي، وايضا التطور الرائع امام العالم كله. صح ما شاء الله. لذلك فعلاقتي باكثر من 30 سنة اروح واجي لدبي. يوم من الايام انا في جدة جاب لي واحد صور، مجموعة صور لدبي، صورة الخور، صورة البحر، صورة الراس والمناطق القديمة ذي. واللي جاب لي الصور ناولتها الصور، رديتها عليه بعد شفتها، قال لي تعرف الديرة ذي؟ قلت كيف ما اعرفها. وناولتها الصور قلت لا تذكرني دبي ولا توريني صورها، ديرة المكتوم والمكتوم حلل الصعايب، الشيوخ اللي بنت في برها وحيت بحرها، شيدوها لين صارت كأنها روس الرقايب، ثم صار العالم الغربي يردد في خبرها، واصبح الشرق البعيد يعدها بين القرايب، والمراكز والتجارة والمعارض من حضرها يعرف ان دبي في العالم من السبع العجائب. التطور كل يوم وكل عام وفي شهرها، ناس تبني والصناعة زايد فيها الحسايب. وان وصلت الخور شفت الخور جنات ونهرها، وان وصلت الديرة وفود السياحة كالجلايب، والحدايق وردها فتح ويمي بشجرها كأنها غابات فرسايا الجميلات الرطايب، والشواطئ موجها مثل قلايد في نحرها، واطربت موج البحر يرقص على انسام الهبايب، والشبا ناديه فيها الخيل يا من هو حضرها، خيل بن مكتوم من ساس الاصايل والنجايب. وان هويت الهجن شوف الهجن محمود نثرها، متعة العينين لا شفت التنافس في الركايب. تسلم ايمان الرجال اللي بنتها من حجرها، وتسلم دبي الجميلة ديرة اخوان وقرايب. صح لسانك ما شاء الله.